لو حاول يثير غيرتك فهيكون من الذكاء انك تتحكمي في مشاعرك وما تظهريش الغيره دي من البدايه، او على الاقل مش عمالها على بطال. لان مهما كانت الغيره مطلوبه وحلوه بين اي اتنين علشان تقوي الحب ما بينهم، بس برضه ليها جانب مظلم، وهي ان الشخص لما هيخليك تغير ويشوف غيرتك دي باينه عليك، لو عيان عنده هيبدا يتملكك ويحس ان المجهود اللي كان المفروض يبذله علشانك وعلشان تحبه وتقرب منه اكتر ما بقاش يعني مضطر ان هو يبذله على انك بقيت تغير وبقيت تحبه زياده عن اللزوم. تمام. وفي نفس الوقت انت مهما كانت شخصيتك عزيزه على نفسك وحاسس بثقه بالنفس من قبل الارتباط ده، لقيت الشخص اللي قدامك بيتعمد ان هو يحسسك انك بتغير، ممكن تكون ده بيتعارض مع طبيعتك، فتلاقي نفسك انت من غير ما تاخد بالك بتغير وبتتاثر وانت في غنى عن التاثير والتعلق بالنسبه لغيرك ده. واختصارا لكل الكلام ده، عود نفسك دايما لو اتاثرت بمشاعر، سواء كانت غيره مشاعر سلبيه حتى لو مشاعر حب، دايما تعمل كنترول. وكنترول مش معناها ان انت تكون قاسي على نفسك ومعقد، لا، بس مدخل عقلك في الموضوع بحيث ان انت تكتشف انك زودت الغيره زياده عن اللزوم، فتسحب وقت معين وترجع تعمل بطبيعتك، وبعد كده ترجع تقرب تاني يمكن اقوى من الاول. وهذا ما يسمى بالذكاء العاطفي وذكاء المسافات. ان شاء الله هعمل لكم فيديوهات كتيره جدا عنه، بس عايز اعرف رايكم في الكومنتات، وانا بحبكم قوي.